جاي وجيمي اوسو بيتهموا بول هيمان بالخيانه، ولكن جاي اوسو بيقول ان مازال بيحب رومان رينز. ولكن برضه هل ممكن نشوف الاوسوس بيقلبوا على بعض ولا ايه الكلام ده؟ وسولو سكوا مزاجه متعكر النهارده، فبيعمل حاجات متخلفه وماشي يطيح في خلق الله. وحدث رئيسي بيعلن عن استعداد الاوسوس للماني ان ذا بانك. ويلكم تو فرايداي نايت سماك داون. Give me a hell yeah! Acknowledge me. افتتحنا العرض بدخول الاوسوس جاي اند جيمي اوسو. يا اتحسدتوا على اللمه اللي كنتوا فيها والله. دخل الاوسوس والجماهير كلها عماله تشجعهم جامد جدا. الجماهير دي غريبه اقسم بالله. اول ما رومان رينز يدخل يقعدوا يشجعوه ويعترفوا بيه كل حاجه، واول ما رومان رينز يتضرب ويتخان يشجعوا الاوسوس بعدها. اللي هو انتوا بتشجعوا مين ولا انتوا بتعملوا ايه وانتوا تبع مين انتوا؟ انا مش فاهم بجد والله مالكم. بس المهم بدا جاي اوسو بالكلام وكان لسه هيقول يا جيمي كنت سبته يكملها يا اخي، لكن هو بيقول له خلاص بقى ذا بلاد لاين ايه وكلام فاضي ايه. كان زمان الكلام ده وانتهى. والله اتضايقت على اللقطه دي جدا يا جدعان. انا اتعودت على البلاد لاين وعلى رومان رينز وعلى الايام الجميله دي، بس يلا بقى مفيش حاجه بتفضل على حالها. المهم طبعا جاي غير كلامه، بدل ما قال البلاد لاين قال الاوسوس في مدينتك الليله. انا مبسوط وحاسس بشعور جميل جدا. انت حاسس بيه يا جاي؟ بص لو انا تمام دلوقتي، بس هو للاسف المفروض علينا اننا هنحارب عيلتنا، والعيله ما بتعملش كده في بعض. المفروض العيله بترفع بعضها وبتدعم بعضها البعض من اول يوم لحد النهايه. جاي انت اتخذت القرار الصح. انا بحبك. انا كمان بحبك، واحنا ما زلنا بنحب رومان رينز لانه زعيم القبيله، وكنا معاه لمده 3 سنين وعملنا كل حاجه مع بعض. جاي الخطأ الوحيد اللي رومان رينز عمله هو عدم احترامه لينا. احنا اتربينا وكبرنا على الاحترام. الموضوع مش اننا خرجنا من الصف، لا، احنا بقينا الفريق الاكثر سيطره على الدبليو دبليو اي، بس عملنا ده باحترام. لكن تيجي في الاخر تحسسنا اننا ما نسواش، فلا، خليك في الجزيره لوحدك بقى انت والتعبان الكبير بتاعك. كلامك صح، حتى هو مش مننا. رومان احنا ممكن نغفر لك ونسامحك، لكن ما نقدرش نسامح اللي احنا حاسين انه مش من دمنا وبره العيله، اللي هو اكبر تعبان موجود حواليك وهو بول هيمان. بول هيمان انت بتحترم العيله من 40 سنه، 40 سنه وانت مع العيله. ازاي حاولت تبني فجوه بيني وبين اخويا؟ انت خاين. ازاي حاولت توقع بينا؟ احنا اتبنينا على الاحترام وحبنا لبعض. احنا هنروح لندن عشان نخوض حرب سلاله الدم، وهنثبت العالم كله مين هم افضل فريق في العالم، ذا اوسوس. وبس كده يا معلم، رفعوا صوابعهم وانتهت الفقره دي على كده. طيب مبدئيا كده انا شايف ان في واحد بيحن او زعلان شويه من اللي حصل، وفي واحد تاني مش فارق معاه ولا زعلان من اي حاجه ولا في دماغه خالص يعني. بس طبعا خلاص يعني هم عملوا اللي عملوه وفككوا العيله، وما اعتقدش ان العيله ممكن ترجع تاني زي الاول خلاص كده. بس اللي انا اعتقده بقى ان جاي وجيمي هيجي عليهم وقت وهيقلبوا على بعض. طيب ليه انا بقول كده؟ لان اول حاجه هم الاثنين دلوقتي تحس من كلامهم ان هم مش متفقين قوي. هم متفقين بس على ان بول هيمان ده هو اكبر تعبان موجود حوالين رومان رينز، ومتفقين على ان بول هيمان هو السبب في تفكيك العيله وانهم لا يمكن يسامحوه ابدا. ولكن جاي بقى طول الوقت عمال يقول احنا بنحب رومان رينز عشان هو زعيم القبيله وبقالنا 3 سنين معاه. يقوم جيمي يقول له بس هو ما احترمناش وكان يستحق اللي احنا عملناه فيه. بعدها جاي راح جاي قايل احنا ممكن نسامح ونغفر لرومان رينز لانه من دمنا. يقوم جيمي برضو متكلم عن بول هيمان ان هو السبب. فكنت حاسس ان جاي بيحن شويه. فدي كده حاجه. تاني حاجه بقى ودي الاهم واللي ممكن تخليهم في يوم من الايام يقلبوا على بعض، في بدايه العرض قبل ما الاسس يدخلوا كانوا بيعرضوا فيديوهات سريعه للي حصل الاسبوع اللي فات، وكانوا في الفيديوهات دي مركزين قوي 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 على حته ان جاي كان متضايق ان اخوه جيمي كان بيحقد عليه ومش عاوزه يبقى دراع رومان رينز اليمين. كانوا بجد مركزين على الحته دي جدا جدا يعني، اكنهم بيقولوا لنا خدوا بالكم من الحته دي هتبقى محور الاحداث بين جاي وجيمي فيما بعد. اصل هم مش هيركزوا على الحته دي كده هباء يعني، اكيد لا. تالت حاجه بقى واللي انا استغربتها جدا جدا، قبل عرض سماك داون ما يبدا لقينا جاي اوسو منزل الصوره دي عنده في الستوري بتاعت الانستجرام. طيب هو ايه اللي يخليه ينزل صوره زي دي؟ حاجه غريبه مش كده؟ الحاجات دي كلها هي اللي بتخليني اقول ان جاي وجيمي هيقلبوا على بعض فيما بعد، مش دلوقتي خالص، وممكن كمان مش على سمر سلام. بس اللي بيحصل ده دلوقتي انا متاكد انه تمهيد بانهم هيقلبوا على بعض في يوم من الايام. انا بصراحه ما شفتش الحاجات دي كلها غير كده، انهم هيقلبوا على بعض في يوم من الايام. عموما هي كانت فقره حلوه مش وحشه، ولو انها كانت ناقصه كده لحته اكشن من سولو سكوا او كلمه مثلا تترمي من بول هيمان كانت ساعتها الفقره هتبقى اجمد واجمد. ولكن هي عموما ما كانتش وحشه يعني، وديها 7 من 10.
بعد كده بقى بنروح لاول مباراه معانا، ريمستيريو ضد ال اي نايت. هتقول لي ايه سبب المباراه دي؟ هقول لك ان الاسبوع اللي فات ريمستيريو وهو واقف مع سانتوس اسكوبار كده في امان الله وبدون اي سبب وبدون اي حاجه خالص، دخل ال اي نايت وضرب ريمستيريو. اللي هو يا ابني ريمستيريو عمل لك حاجه او جه جنبك؟ لا. طب هل هذا النكره ضايقك مثلا في حاجه فانت قلت تاخد حقك من ابوه يعني ولا ايه؟ برضه لا. امال داخل تهجم عليه ليه يا ابني؟ ما تعرفش. اللي هو تحس ان الشركه لقت ان ال اي نايت محبوب جدا من الجماهير وهو بالشخصيه الهيل، فهو المفروض يبقى بالشخصيه الهيل فالمفروض يتكره، فقالت تدخله ويضرب ريمستيريو لعل وعسى الناس تكرهه. طب بنحبه برضه، ها عايزين ايه تاني؟ بنحبه. ها المهم يعني ان ده كان سبب المباراه دي، ان ال اي نايت هجم على ريمستيريو بدون اي سبب الاسبوع اللي فات. المهم بدات المباراه وكانت رايحه جايه بينهم، ولكن عشان طبعا ال اي نايت مشارك في مباراه الشنطه وكمان من المرشحين بالفوز بالشنطه، فكان من الطبيعي جدا جدا اننا نشوف ال اي نايت بيفوز على ريمستيريو. لو كان ال اي نايت خسر ما كانتش هتبقى مقنعه خالص على انه ممكن يفوز بالشنطه، لا. لكن اللي حصل النهارده بصراحه هو ده عين العقل يعني. بعدين خلاص بقى ريمستيريو انا هياخد زمن وزمن غيره. ريمستيريو الوحيد اللي لما بيخسر محدش بيتضايق عادي، اللي هو تحس ان هو اصلا لما بيكسب بنستغرب ان هو كسب اساسا يعني. المهم بعد المباراه ال اي نايت حاول انه يضرب ريمستيريو عشان هو هيل بقى يعني وكده، ولكن اتدخل بسرعه سانتوس اسكوبار ولحق ريمستيريو وانتهت الفقره دي على كده. ال اي نايت وسانتوس اسكوبار على فكره هتلاقيهم مركزين مع بعض شويه في الماني ان ذا بانك، وعندك برضو لوجان بول هتلاقيه مركز شويه مع ال اي نايت في الماني ان ذا بانك. عموما المباراه كانت الى حد ما حلوه واديها 7 من 10. بعد كده بقى بنروح للكواليس وبنلاقي سولو سكوا ماشي هو وبول هيمن ماشيين عادي خالص، قام جه معدي من قدامهم ريدج هولاند، عدى بس من قدامهم كده، ما عملش اي حاجه في الحياه، والله ما عملش اي حاجه خالص غير انه عدى بس كده من قدام سولو سكوا، عدى بس. يقوم سولو سكوا يسكت؟ لا ما يسكتش، اللي هو انت ازاي تعدي من قدامي؟ وراح جاي مديله في وشه، جاب لي الواد ارتجاج في احباله الصوتيه، وبعدها راح جاي قايل لبول هيمن ان انا مزاجي متعكر الليله. والله يا سولو انت لو مزاجك متعكر او مش متعكر ففي الحالتين احنا بنشوف نفس الخلقه، نفس الرياكشن، نفس كل حاجه، فاللي هو مفيش جديد، احنا متعودين على كده يعني. ماشي تطيح في خلق الله انت وابن عمك، اقسم بالله انتوا لو شاريين سماك داون ما هتعملوا كده في اللي موجودين فيه. المهم ان هو سابه ومشي ورحنا الاعلانات. لما رجعنا بقى من الاعلانات لقينا الواد لسه بيتألم لحد دلوقتي، اللي هو يا عم في ايه؟ هو ضربك بصباع ديناميت بجد ولا ايه؟ ده صباع محشي يالا ومحشي ورق عنب كمان، انت برضو اللي غلطان يعني، ما كانش صح تعدي من قدامه كده، ما تروحش تنكش الاسد وتزعل ان عضك منها، معروفه يعني. المهم ادم بيرس اللي ما بيعملش اي حاجه خالص ده جه يشوف ماله ويجيب له دكاتره وكده، قام جالهم شيماس وهو متعصب ومتضايق كده ان انا ازاي واحد من رجالتي يحصل فيه كده، وراح جاي قايل لادم بيرس انا عاوز سولو الليله، قام ادم بيرس قال له انا موافق ربنا معاك. قام شيماس بعدها خرج على الحلبه وقال انا شفت اللي انت عملته يا سولو في ريدج هولاند الليله، وانت لو عاوز قتال فانا هديك القتال ده الليله وبس كده. شيماس هيلاعب سولو سكوا في الحدث الرئيسي النهارده. ايه بقى لازمه اللي حصل ده كله؟ كل ده عشان ينفخوا في سولو اكتر واكتر لحد لما هينفجر مننا. دلوقتي سولو المفروض انه بقى مرعب لاي حد يقف في طريقه، انا عارف ان هو كوميدي بالنسبه لكم لا مرعب ولا نيله، بس يعني هو بالنسبه للمصارعين المفروض ان هو مرعب يعني. المهم ان هو المفروض بقى مرعب لاي حد بيقف في طريقه، وهو ده اللي هم بيبنوا فيه بقالهم سنه واللي ما زالوا بيبنوا فيه لحد دلوقتي. وكل البناء الجامد ده على فكره تمهيد لحاجه جامده جدا هيعملوها لسولو سكوا فيما بعد بقى ده اللي هو امتى ما تعرفش، ممكن بعد سنه سنتين يحيينا ويحييك ربنا يعني. انت عندك رومان رينز كانوا بيبنوا فيه من 2012 لحد ما بقى هو اللي بيذلهم دلوقتي، فاللي هو اللي بيحصل مع سولو سكوا ده تمهيد لحاجه ضخمه جدا لسولو سكوا فيما بعد. بس كده. بس قبل ما نكمل احب اشكر لايك وبقول لك ان انا عاوز اعرف اسمك ايه عشان مش هينفع كده يعني، دي تاني مره تدعم فيها القناه وما اعرفش اسمك. بس عموما شكرا جدا ليك يا حبيبي والله، وانا بتفق معاك في كومنتك ده جدا يعني. وبرده بشكر اخويا محمد من السعوديه على دعمه المستمر الحقيقي للقناه، شكرا جدا ليك يا محمد. وعاوز اقول لك ان السيناريو بتاعك ده عظمه، ولكن صعب قوي انه يحصل او مستحيل كمان انه يحصل في الوقت ده يعني. وشكرا لكل اخواتي اللي بيدعموا القناه، انا حرفيا بحاول ارد عليكم على قد ما اقدر في الكومنتات، بس انا قسما بالله ما في كومنت ما بقراهوش يعني، كل الكومنتات بقراها حرفيا. فشكرا جدا ليكم يا رجاله على اللايكات وعلى الدعم وعلى الكومنتات الحلوه دي. بعد كده بقى بنروح لفقره جرايسون وولر افكت. انا بقى مستغرب قوي من اللي عاملينه مع جرايسون وولر. جرايسون يا جدعان كان مصارع جامد جدا في NXT وكان عامل شغل عالي قوي بصراحه يعني، يقوم لما يتصعد ما يلعبش لحد دلوقتي ولا مره، ولا يدخل في اي عداوه خالص ولا اي حاجه نهائي، وكل عرض يعمل الفقره دي ويستضيف حد وشكرا على كده. طب ليه؟ ايه الهدف من كده يعني؟ خلاص هيبطل مصارعه هو يعني وهيقدم البرنامج بتاعه ده وشكرا على كده ولا ايه؟ مش فاهم انا. المهم جرايسون كان مستضيف الحرمتين دول بيرت ديدلي. انت بتعملي ايه يا حبيبتي انت وهي؟ ما كدبتش
صدقتش والله لما قلت عليكم حرمتين فعلا. المهم ان هم قعدوا يلتوا ويعجنوا في كلام حريم ملوش لازمه، اللي هو احنا هنفوز على سامي زين وكيفن اوينز في الماني ان ذا بانك، والمباراه دي هتتلعب في بلدنا، واحنا الرجال الحديديون في سماك داون. ولت وعجن كده كتير وانا خلقي بيضيق منهم قسما بالله ما قالوا كلمه مفيده، والله ما طلعت منهم بمعلومه عدله. المهم في نهايه الفقره راح جاي داخل لهم ستريت بروفيتس وقالوا يعلموهم الادب ويلعبوا معاهم مباراه، ويا ريتهم ما لعبوا. وبالفعل بدات المباراه، وقسما بالله كانت مباراه كوميديه ما كانش لها 30 لازمه، كانت مباراه حشو كده من اللي قلبك يحبها. وفي الاخر الحرمتين دول فازوا على ستريت بروفيتس بالغش، اللي هو ستريت بروفيتس داخلين يتهزقوا. انا مش فاهم ليه مصممين بقى لهم فتره يهزقوا ستريت بروفيتس وهم من اجمد الفرق في الاتحاد. هو كان من المتوقع طبعا يعني ان الحرمتين دول لو لعبوا اي حد في الفتره دي هيفوزوا عليه، عشان طبعا الدفعه اللي هم عايشين فيها من ساعه ما تصعدوا لحد دلوقتي، وبرده طبعا عشان هيلعبوا ابطال التاج تيم الاسبوع الجاي، يعني اي حد هيلعبوه هيفوزوا. كنت دخلت لهم بقى الفا اكاديمي يفوزوا عليهم وخلاص خلصنا، لكن ليه ستريت بروفيتس؟ وعارف ان الفا اكاديمي في الرو، بس عادي يعني ده طوب الارض حط عليهم، هتيجي على الحرمتين دول. انا بصراحه قسما بالله الدفعات الاوفر دي بتستفزني. يفوزوا على ستريت بروفيتس وهم اجمد منهم، يفوزوا على شيماس وريدج هولاند وهم اجمد بكتير منهم، يفوزوا على رجاله شيماس وهم برضو اجمد منهم. فاللي هو في ايه الدفع الاوفر ده؟ انا بستفز بصراحه من الحاجات دي يعني اللي هو خليها رايحه جايه عشان ما نكرههمش يعني، ومش كل مره يفوزوا بالغش، خلوا الموضوع رايح جاي عشان لو الناس بتحبهم فهيكرهوهم كده يعني. عموما كانت فقره حشو ومباراه حشو وملهاش اي 30 لازمه في الحياه، واديها 4 من 10. بعد كده بقى بنروح للحدث الرئيسي معانا، سولو سكوا ضد شيماس. بدات المباراه وقعدت حوالي 20 دقيقه، 20 دقيقه من الجمدان والعظمه والله العظيم. قسما بالله شيماس عمل مباراه جامده قوي قوي بجد. الواد ده مبارياته كلها حماسيه وجمدان، ولكن للاسف بيعمل كل حاجه وفي الاخر ما بيفوزش. سولو سكوا في اخر المباراه حطه عند سور الجماهير ونزل عليه بالعضله الخلفيه بتاعته دي، جابت اجله. هنمشيها بالعضله الخلفيه ماشي. المهم ساعتها الحكمه بتاعه المباراه جت وراحت جايه وقفت المباراه وقالت ان شيماس اتصاب، بس طبعا هو اتصاب في السيناريو يعني، هو ما اتصابش بجد. وبعدها دخل ادم بيرس ومعاه الدكاتره عشان يلحقوا شيماس، قام سولو سكوا راح جاي ضرب الدكاتره ولسه هيكمل على شيماس، قام دخل له الاوسوس وقال له تعالى بقى انت ايه، لا ما حدش عارف يلمك ولا ايه؟ طب خد بقى انت خنقتنا وخد دول كمان معاك بالمره، يلا انت ابن حلال وتستاهل كل اللي تاخده يعني. وفضلوا يدبوا فيه شويه وبعد كده كانوا هيموتوا ويضربوا بول هيمان، بس قال له راجل كبير برضه قدمونا فمش هينفع يعني، وانتهى العرض على كده. وبالمناسبه رومان رينز هيرجع العرض الجاي. طيب انا شايف بقى ان الفقرات كلها بتاعت البلاد لاين رايحه للاوسوس ما عدا الفقره دي بس، دي الوحيده اللي راحت لرومان رينز، الباقي كله رايح للاوسوس. وده معناه ان يا اما رومان رينز هيحط عليهم حطه سودا في الماني ان ذا بانك هو وسولو سكوا، يا اما الاوسوس بيدبنوا انهم يفوزوا في المباراه دي، بمعنى انهم عمالين يدبوا في رومان رينز وسولو سكوا من نايت اوف تشامبيونز لحد دلوقتي عشان لما يفوزوا عليهم في الماني ان ذا بانك محدش يستغرب ويتقال انهم بياخدوا حقهم من رومان رينز وكده يعني. حرفيا المباراه دي صعب تتوقع اللي ممكن يحصل فيها، لاننا ممكن نشوف فيها حاجات بره الصندوق وبره توقعاتنا كلنا. ولكن اللي حصل النهارده ده كان مجرد ارسال رساله من الاوسوس لرومان رينز عبر تليفون بول هيمان بان الاوسوس جاهزين للحرب الاهليه في الماني ان ذا بانك. بس كده فقره كانت جامده جدا بصراحه. وكده سولو سكوا عمل اصابه لشيماس وريدج هولاند الاثنين بحته صباع ملوش اي 30 لازمه، وبالعضله الخلفيه دي معلش نسيتها يعني. انا بصراحه مش هتكلم تاني عن موضوع شيماس لان انا فعلا تعبت من الكلام في الموضوع ده. الواد بيعمل كل حاجه وبيخسر يا جدعان. طب هل تعلم بقى ان شيماس لم يفز في اي مباراه ليه في 2023؟ الواد ما كسبش خالص ولا مباراه غالبا في 2023. اللي هو في ايه يا جدعان؟ ايه معامله العبيد دي؟ هو عبد شغال بلقمته يعني ولا ايه؟ انا مش فاهم. وكمان الماني ان ذا بانك اللي هي المفروض في بلده هو مش مشارك فيها، حاجه في قمه العبث والضحك يعني والله. عموما الفقره كلها بالمباراه بالاوسوس بكل اللي كان فيها كان الى حد ما حلو، واديها 8 من 10. وبس كده يا معلم. عرض كان ضعيف جدا جدا جدا، ما فيهوش غير فقره واحده بس بتاعت الاوسوس هي اللي كانت فقره عدله بس كده، والباقي كله ماتشات، حتى ما فيش حاجات ورا الكواليس عدله اساسا ولا في اي حاجه خالص. فاللي هو كان عرض اي كلام، عرض تسليكي كده لحد لما نوصل للعرض الجاي اللي هيشارك فيه رومان رينز. العرض الجاي هيبقى جامد جدا على فكره. انا بس اللي انا مستغرب له حاجه، هو انت يا رومان مش عندك عداوه دلوقتي مع اولاد عمك والمفروض هتلعبوا ضد بعض في الماني ان ذا بانك كمان اسبوع؟ اللي هو ما بتظهرش ليه حضرتك؟ يعني انا شايف النهارده سولو سكوا واقف لوحده هو وبول هيمان، اللي هم عاملين يحاولوا يخلوا الموضوع شكله حلو يعني مش اكتر، او يحاولوا يعوضوا غياب رومان رينز. لكن انا مش فاهم يعني، المفروض يكون موجود، المفروض كان يظهر النهارده يعني. هو بيختفي لما بيتخن، ده المفروض يظهر ويعلمهم الادب. ده حاجه غريبه جدا. انا بجد محروق دم جدا لانه كان المفروض يظهر النهارده. لو كان ظهر النهارده كان البناء هيبقى اجمد واجمد، لكن دلوقتي اللي حصل حاجات ضعيفه اي كلام، فبصراحه حاجه يعني تضايق يعني. المهم ان رومان بيه رينز باشا هيحن علينا ويبطل ذل فينا شويه، وهيظهر في سماك داون الجاي اللي هو هيبقى قبل الماني ان ذا بانك. الماني ان ذا بانك
ثينك هيكون يوم السبت الجاي. بس كده. لكن العرض ده بالنسبه لي بصراحه كان عرض ضعيف جدا واديله 5 من 10. واجمد واحد في العرض كله النهارده بالنسبه لي كان هو سولو سكوا، واجمد ماتش كان الحدث الرئيسي. وبس كده يا معلم، هو ده كل اللي حصل في فرايداي نايت سماك داون. قول لي بقى في الكومنتات، تفتكر الاوسوس ممكن يعملوها فعلا ويفوزوا على رومان رينز وسولو سكوا، ولا رومان رينز هيعمل من الاوسوس كباب حله كده في رابع يوم العيد؟ مستني بقى اعرف رايكم في الكومنتات، وما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبس كده يا معلم، خلص الكلام. Acknowledge